مساء أو صباح الفل على كل أهلاوي وكل أهلاوية. مبروك علينا الفوز الجميل اللي احنا فوزناه على الهلال. هو فوز كان متوقع، تمام، وكان متوقع كمان إنه يكون بسكور. وكان بصراحة الواحد يتمنى إن هو يكون أكتر من 3، وكمان يعني كان في فرصة إن هو فعلا يكون أكتر من 3 لولا الكم فرصة اللي ضاعوا من اللعيبة في أول الماتش كده، بسبب يعني ممكن تكون عدم توفيق. ممكن لو في ظروف تانية مثلا، أو في روقان بال مختلف عن اللي هم كانوا فيه امبارح، كان يعني الموضوع اختلف خالص يعني. لكن بعيدا عن ده كله، انا بحب اشيد بواحد يمكن اسمه ما اتذكرش كتير امبارح، من امبارح يعني، في موضوع الانتصار وكده، او من ساعة الماتش. وهو المدرب مارسيل كولر، المدرب السويسري اللي بيدرب نادي الاهلي. صراحة الناس كلها اشادت طبعا بالكهرباء، واشادت بحسين الشحات اللي حط هدفين، واشادت بمروان عطية بأدائه المميز، رغم ان هو يعتبر لسه مستجد، ولكن ده واحد جاي يعني بروح الفانيلا الحمراء، جاي ينطلق على طول فجأة، مش محتاج ان هو ياخد وقت طويل علشان خاطر يتأقلم. وناس اشادت ببيرسي تاو، وكل دول الصراحة يستحقوا الإشادة. احنا مش هنقدر ان احنا نقول ان هم اخدوا اكبر من حجمهم، ولكن فعلا يستحقوا الإشادة. لكن انا بتكلم عن مارسيل كولر وعلاقته بأحمد عبد القادر و آه، ومحمد مجدي قفشه، على اساس ان هما الاثنين اللي الناس انتقدتهم ورمت عليهم كتير من اللوم. والحقيقه ان الناس ما عندها حق في اللي حصل، لان احمد عبد القادر دايما لما كان بيمسك الكوره مبيبقاش فيه ثقه، وفعلا بيبقى فعلا قد عدم الثقه اللي الناس بتمنحها له. هو الراجل عايز يرقص وعايز يعمل حركات وعنده مهارات، ما قلناش حاجه، لكن اللي مع الاسف ان هي كلها مقريه. فلعيبة الهلال كان يدخل هو فاهم هو هيعمل ايه، فبيدخل عليه الدخل ياخد من الكرة، والهجمة باظت. هجمات كتير في الشوط الاولاني، وبالتحديد في النص التاني من الشوط الاولاني ضيعها احمد عبد القادر، وضيعها كمان توهان محمد مجدي قفشه. محمد مجدي قفشه اللي كان المفروض ان هو اللاعب مركز 10، المنتظر منه ان هو يبني الهجمات وانه يعمل الشغل، لكن للاسف لقينا منه بطء، لقينا منه بطء حتى في اتخاذ القرار، وبطء حتى في نقل الكرة، وبطء في الحركة، وبطء في كل شيء. وكأنه شخص سرحان، دماغه وعقله شغالين في شيء تاني غير أحداث المباراة، بالرغم من الأحداث الصاخبة بتاعت المباراة. انت في ماتش يعني بيشجعك يعني ما يقرب من 70,000 متفرج مثلا، الملعب كله أحمر، الملعب كله بيضج باسم الأهلي وبأغاني الأهلي. فالمفروض إن أنت تكون في أجواء مختلفة عن كده. أتفهم إن أنت ممكن تكون متوتر شوية من الضغط الجماهيري، أوكي، عشان أنت عايز ترضي كل العدد ده، غير الملايين اللي بيتفرجوا عليك في البيوت وفي القهاوي وكده. لكن أنا متفهم ده كده، إن ده كويس جدا، لكن أنا مش متفهم فكرة إنك أنت يعني تكون تايه عن ماتش، وكأنك يعني بتفكر في حاجة تانية. عارف انت اللي عليه ديون مثلا، او اللي عليه او اللي بيفكر مثلا انا هروح ازاي. عارف التفكير اللي بيشغلك عن الحاجة اللي انت فيها، او دي نفس الكلام، رغم انه الموقف اللي انت كنت فيه المفروض ان انت تكون ناسي كل حاجة في الدنيا ومركز في الماتش بس. اذا كان حسين الشحات اللي هو عنده حالة وفاة ومفروض ان هو يكون مغيب اكتر من كده يعني، رغم ذلك الراجل جه ونزل حط جونين وكان في قمة التركيز وعمل الفرق في الماتش الصراحة. فانا بحيي مارسيل كولر انه ادرك بعينيه ان في 2 لعيبة هم بيمثلوا نقطة الضعف في الاهلي، وهم احمد عبد القادر ومحمد مجدي قفشه، وتم تبديلهم ونزل حسين الشحات وحمدي فتحي. وحمدي فتحي طبعا لا خلاف عليه، لعيب مميز جدا. عمرو السولية يعني من بعد الإصابة ما رجعش هو عمرو السولية اللي احنا نعرفه، ونتمنى ليه الأفضل. هو كهربا بأمانة، وأنا مستغرب بصراحة إن كهربا أول ما لعب، أول ما عرفناه في إنبي كان بيلعب وينج، ولما حتى كان في الزمالك كان بيلعب وينج، ولما بدأ مع الأهلي كان بيلعب وينج. الراجل بيلعب
راس حربة كما يجب ان يكون. محمد شريف لما نزل مكانه برضو تايه، برضو مش هو محمد شريف. وفي كورة ده وقع منها في الاوفسايد في اخر الشوط التاني. لا ما تجيش من مهاجم المفروض ان هو متمرس في المكان ده ومتواجد فيه قبل ما كهربا يتواجد فيه. لكن كهربا بصراحة لا، لعيب تقيل ولعيب ضاغط على المدافع وبيسبب ازعاج للمدافعين. المدافع بيبقى دايما عامل حسابه ان كهربا هيعمل حاجة، متحرك. يعني اتمنى ان شريف حتى يتعدي بينه ولو 5% حتى، لانه الفرق كده اصبح واضح جدا ما بين الاتنين. وفي النهاية بس انا احب اقول انه مبروك للاهلي، الحمد لله. الانتصار يفرحنا ويبسطنا، برغم اللي يعني بعض السلبيات اللي موجودة مثلا في الدفاع أو كده. لكن إن شاء الله الأمور دي تعدي بسلام في الفترة اللي جاية. إن شاء الله في الدور ربع النهائي هنقابل يا إما الترجي يا الرجاء يا الوداد. التلات فرق طبعا أتقل من بعض، لكن الأهلي لها، وهم اللي يخافوا من الأهلي مش الأهلي يخاف منهم. وإن شاء الله نشوفكم في فيديو جديد بإذن الله، وربنا ما يطلعنا عادة، والسلام عليكم.